بقالها 5 سنين، يعني عندها 25 سنة، وأنا عندي 28 سنة، يعني تعتبر أصغر مني كمان ب3 سنين. خالي اتجوز وهو في سن كبير، مكانش بيثق في حد، مكانش عايز يرتبط بأي حد. كل الستات خاينين، كل الستات مش مظبوطين، كلهم بيخونوا وبيغدروا، زي اللي عنده حالة نفسية من ناحية الستات. اختار مراته دي رغم فرق السن اللي بينه وبينها، علشان هي من عيلة على قدها خالص وعلى قد الحال، وظروفهم المادية تحت الصفر. وكمان كانت جميلة جدا جدا ومعاها تعليم متوسط. ومن يوم ما اتجوزها مرات خالي دي وهي متبهدلة معاه. طبعا خالي قاعد في الدور التاني في شقة، يعني رغم الغنى اللي هو فيه وحالته المادية، وطول عمره بيسافر الكويت، إلى إنه هو كمان ماسك على بيته قوي. عنده عقارات وعنده أراضي، بس عشان أمي تعتبر هي الوحيدة اللي خالي وحيدة خالي، يعني هي البنت الوحيدة، فخدت شقة في بيت أخوالي علشان أبويا كان مأجر برا قبل ما يموت الله يرحمه. فكنا عايشين في بيت اخوالي. طبعا احنا كنا عايشين مع جدتي في الدور الأرضي، وخالي كان واخد الشقة اللي هي في الدور التاني، اللي هي فوقين على طول. كل يوم كنت بسمع خالي ده بيبهدل في مراته وبيضربها عمال على بطال بسبب ومن غير سبب، وهي كانت غلبانة. تخيلوا كان محتم عليها حتى ما تنزلش عند جدتي تخدمها، رغم ان جدي كان متوفي وجدتي عمرها كبير، يعني عندها 65 سنة، وبتحتاج ان حد يخدمها. وما كانش بيخليها تنزل حتى تقعد مع حماتها، ولا كانت بتفتح بابها لأي حد، ولا كانت تقف على فراندا، ولا كانت بتكلم أي مخلوق. حتى بيت أهلها ما كانتش بتروح إلا في المواسم والأعياد من السنة للسنة، يعني العيد الصغير ومرة العيد الكبير. وكان يقعد جنبها كده على رجليها، ويوم ما يجي كمان من عندهم وهو جاي معاها يديها علقة ويضربها ويبهدلها ويقولها أنا ما كنتش مرتاح للمروحة دي، يعني من الآخر. المهم كان كل مرة يضربها ويحلف عليها بالطلاق بسببه بدون سبب، ويروح يرد اليمين لغاية ما حصل ان هو رمى عليها اليمين 3 مرة. الشيخ قاله ما عادش ليك ردة يا حلو، يعني لازم محلل، او لازم مراتك تتجوز واحد تاني وتعيش معاه حياة زوجية مستقرة، وبعد كده لو اتطلقت في يوم من الأيام ممكن ترجع لك، لكن ان انت تردها زي الأول خلاص، يعني عدد الوقت معاك نفذ وخلاص. ده يعني ايه؟ طب يعني يعمل ايه؟ طبعا لا راضي يطلقها طلاق رسمي ويسيبها تعيش حياتها، رغم ان هي عاشت معايا 5 سنين مخلفتش منه الا ولد، وكمان يعني اتبهدلت على ما جابته. كان بيضربها ضرب كتير لدرجة ان كل مرة كانت بتحمل كانت بتسقط فيها. فين وفين بعد 3 سنين جواز جابت الولد ده، وقامت قافلة على كده، وما عادتش عايزة تجيب عيال من كتر ما هي متبهدلة معاه وذليلها معاه. يعني ما كانش بينها وبينه اي ارتياح نفسي او حنية علشان تكتر من العيال وترتبط بيه. المهم لما طلقها 3 مرات والشيخ قاله لازم ان هي تتجوز محلل او تتطلق منك رسمي وتتجوز واحد تاني
ولو في يوم من الأيام أو سنة من السنين اتطلقت، في الوقت ده تقدر تردها وتكتب عليها من أول وجديد، وتدفع لها مؤخر ومهر جديد، وتتجوزها جواز رسمي. لكن ان انت لو عشت معاها كده دلوقتي من غير ما تطلقها رسمي وتعمل المحلل او تتجوز واحد تاني، تعتبر عايشة معاه في الحرام، وكده يبقى عليك ذنب كبير. يعني ربنا مش هيغفر لها ولا هيغفر لك. فطبعا خالي يعني كان نفسه يحل مشكلته، لا هو سايبها لوجه الله تتطلق وتروح وتعيش حياتها هي وابنها، ولا رحمها، وعايز كمان تفضل على ذمته. وهو كان بيعشقها عشق جنون، بس كان عامل زي القط اللي بيحب خناقه، كل شوية يضربها ويبهدلها ويعذبها ويكسر فيها ويكسر في عينيها، وكان مدمرها نفسيا. هو كان شايف ان هي كل ما يعمل معاها كده كأنه بيربيها او بيدربها، او محدش يعني يطمع فيها وياخدها. بالنسبة له ان هي من شدة جمالها كانت جميلة جدا 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 فوق ما تتخيل، ومؤدبة جدا جدا، لغاية ما عدى شهرين العدة وطبعا راح مطلقها رسمي، وادالها قسيمة الطلاق علشان يعدي ال3 شهور ويشوف المشكلة ويحل المشكلة. فإن كان يعني رابطها في البيت، وقال لها لا أهلك يعرفوا ولا تخرجي ولا تروحي ولا تيجي، ورقة طلاقك اهي لغاية اما اشوف حل، اشوف اي حد يتجوزك وان شاء الله يومين ويطلقك، وابقى ارجعك تاني بعد شهور العدة. طيب يدور على مين؟ طبعا خالي كان بيخاف من اللي يعني كان بتاع مظاهر كدابة، مش عايز حد يعرف عن الموضوع، مش عايز يعرف اي حد عن طلاقه، ولا ان هو طلقها بال3 ولا طلقها رسمي ولا جاب محلل ولا حاجات دي علشان يردها تاني. فطبعا بيخاف من كلام الناس، وكان بيحب يعني يبان ان هو كويس جدا، وكان بيحب يشوف نفسه احسن واحد في الدنيا، يعني مش عايز حد يتكلم عليه بالسوء. طب يعمل ايه؟ طبعا هو اللي مربيني في بيت اهلي، انا اتربيت يتيم وانا عندي 7 سنين. فلقيته بيقول لي في يوم بقول لك ايه؟ قلت له ايه يا خالد؟ انا عايزك تتجوز مراتي محلل. بصراحة انا طلقتها 3 مرات وما عادش ينفع عليها ردة اليمين الطلاق ده، لان دي الطلقة التالتة، وانا طلقتها رسمي، ودلوقتي هي عدى عليها شهرين وكام يوم في العدة، وعايزك تتجوزها. طبعا ساعتها انا قلقت، يعني اتجوزها ازاي واتجوزها محلل ازاي، وده ينفع؟ يعني دي مرات خالي، ده انا عمري ما سلمت عليها بايدي. قال لي بس والكلام ده حسك عينك يطلع ما بينا، ولا لجدتك ولا لأمك ولا لأصحابك ولا لأي حد ان انت هتتجوزها، هما يومين لازم تختلي بيها حتى لو يوم واحد، وبعد كده هتطلقها وهردها لعزيمتي، والموضوع ده يفضل سر بينا ومدفون في حياتنا محدش يعرف بيه، ولو حد عرف بيه هموتك وهجيب اخرك. قلت له مين قالك يا خالي ان انا موافق ان انا اتجوز مراتك واعمل الموضوع بتاع المحلل ده؟ انا ما ينفعش اعمل كده، وكمان انا يعني بعامل مرات خالي بحسابه وبتحرج منها، ازاي ان انا هتجوزها علشان احل لك مشكلة زي كده؟ لا يا سيدي، الله الغني، شوف اي حد غيري. قال لي يعني انت بترفض لي الكلام؟
يعني انا بقولك ان انا عايز الموضوع ده يبقى في السر ومحدش يعرف عننا حاجة ومحدش هينقذني من الموضوع ده ويحل المشكلة دي غيرك انت، لان انت ابن اختي ولحمي وعمرك ما هتطلع سري بره. المهم قعد يعني يتحايل عليا اسبوعين، 18 يوم يتحايل عليا لغاية ما اقتنعت. المهم بعد ما هي وفت العدة راح جاي أخدنا أنا وهي وهو ورحنا عند مأذون، كتبنا وكتبت عليها، ولقيته بيقولي طبعا أنا مقدرش أشوفها مع حد غيري، وطبعا أنا ممكن يجيني جنون وممكن أقتلك وأقتلها، فأنا هروح شرم يومين وانت اقعد مع مرات خالك من غير ما حد يحس، وبس يحصل العلاقة اللي هي الزوجية الحميمة دي مرة واحدة بس، علشان بقولك لازم الطلاق يكون بعد علاقة زوجية حميمة، ولازم يكون الطلاق بعد معاشرة الزوجة على الأقل مرة واحدة، وإلا كده رجوعي ليها هيبقى باطل، مش هينفع ان انا ارجع لها تاني، هيبقى حرام. المهم بعد كتب الكتاب لقيته واخد شنطة فيها غيارين ليه كده، وقال انا رايح شرم وانا عايز ارجع من شرم الاقي الموضوع ده انتهى، علشان اخلي المأذون يرمي من الطلاق ويخليه يطلقكم، وبعد شهور العدة هرجعك تاني لذمتي وتعيشي معايا. فطبعا خد بعضه ومشي وراح شرم. في اليوم ده اول يوم لقيتها انسانة محترمة جدا جدا وعندها حياء، قفلت اوضة النوم عليها ومرضتش ان هي حتى ترمي عليا السلام. فالمهم جه تاني يوم طبعا هو خالي هيجي تالت يوم الصبح، طبعا ما قدرتش اكلمها في حاجة وما قدرتش اعمل اي حاجة ولا اكلمها في الموضوع ده اصلا، موضوع يعني اصلا مقزز من الاخر، او الموضوع صعب ان انا اتكلم فيه. المهم ان انا طنشت وكده ونزلت رحت شغلي عادي. انا اصلا بشتغل في ورشة كبيرة بنعمل مطابخ وكلام حاجة زي كده، ورشة ألموتيل والكلام ده. نزلت الساعة 7 الصبح على شغلي عادي ورحت على شغلي وفطرت مع أمي عادي علشان ما يبين لهاش أي حاجة. حتى قالت لي امبارح انت كنت سهران فين يا ابني وبيت فين؟ قلت لها عند جماعة صحابي، احنا كنا عندنا شغل في الورشة وكأننا كنا لازم نسلم مطبخ عروسة كامل علشان هتطلع صباحية بعد يوم، فضغطنا على نفسنا وبيتنا في الورشة. وطبعا مرضتش اقول لها ان انا كنت عند مرات خالي فوق. لكن اللي حصل بعد كده تاني يوم من الشغل او انا في الورشة اتغديت مع امي عادي، وبعد كده حوالي الساعة 8 بالليل طلعت فوق، خبطت بالراحة على مرات خالي وفتحت لي الباب. يعني انسانة محترمة جدا عندها حياء وانسانة خلوقة، هي عيلة عندها 25 سنة بس تقول لي البدر قوم وانا اقعد مكانك. فلقت قمر، معرفش ايه اللي رماها على الجوازة دي، بصراحة هي خسارة في خالي وخسارة كمان فيا، لان هي تستاهل حد احسن من كده. المهم فتحت الباب وقالت لي اتفضل. قلت لها معلش ان انا جيت، والله انا اسف لحضرتك، بس انتي عارفة ان خالي هيجي بكرة ومفيش حاجة من اللي قالها لنا الشيخ نفذناها. قالت لي طب ممكن تدخل بس ونتكلم كده ونعمل كوبايتين شاي، اعمل لك غدا ونتكلم كده براحتنا.
وانا عايزة استشارتك في حاجة. قلت لها استشارة خير في ايه؟ قالت لي بصراحة انا مش مرحبة بموضوع المحلل ده، مش بإيديا الموضوع المحلل ده، وانا مش عايزة اهين نفسي، وانا بصراحة عايزة اتطلق من خالك طلاق رسمي، ومش عايزة ارجع له تاني، ونفسي اهرب من هنا انا وابني، واروح حتى لو هعيش على دقة وملح وعيش وانا في بيت اهلي اقرب لي بكتير من واحد زي خالك هيني وبيضربني ومبهدلني وذللني باللقمة اللي باكلها، كمان سريع الغضب وسريع الشك وبيضرب وبيبهدل. فانا ايه اللي يجبرني ان انا اتجوز محلل وارجع للاهانة دي تاني؟ فانا نفسي بس تساعدني ان انا اطلع من حياته كده واكتفي بورقة الطلاق بتاعته واكتفي بورقة الجواز بتاعتك. ونفسي ان انت تساعدني في حاجة، ان انت ما تطلقنيش غير بعد كام شهر على ما اضمن ان انا اخلع من حياته علشان خاطر ما يردنيش تاني. قلت لها يعني انا اعمل ايه؟ قالت لي انا عايزاك بس تساعدني ان انا اخلص منه، طول ما انا على ذمتك اقدر ان انا اخلع من حياته وابدأ حياة جديدة وابعد عنه واروح بيت اهلي، اخد مستحقات ابني وحقه واخد قيمتي واروح اعيش في بيت اهلي، ان شاء الله في اوضة او حتى في عشة احسن من الاهانة اللي انا بشوفها هنا في البيت ده. طبعا انا قلت لها خلاص اللي هقدر عليه هعمله، اللي هقدر عليه ان انا اساعدك بيه هعمله، مش هبخل عليك. المهم خالي جه تاني يوم الصبح وقال لي عملت ايه؟ قلت له والله مفيش حاجة حصلت ما بيني وما بين مراتك، لانها انسانة محترمة جدا وقافلة الباب عليها ورفضت ان هي حتى تكلمني، وانا مش عارف اعمل لها اي حاجة. آه يعني احنا مش هنتطلق ونخلص؟ قلت له يعني عامل لك ايه يا خالو؟ هي رافضة، وكمان انا مش هفرض نفسي عليها، الموضوع ده موضوع حساس جدا وانا ما اقدرش اتكلم فيه. قال لي طيب ايه، انا همشي واجي الاقيك خلصت الموضوع ده. المهم خبطت عليها الباب بعد ما هو مشي وقلت لها خالي جه وطلب مني كذا وكذا، وقلت له يعني اللي حصل. لقيتها بتقول لي طيب اطلب منك طلب؟ قلت لها قولي خير في ايه؟ قالت لي معلش ممكن تقوله ان دي مراتي وحلالي وعمري ما هسيبها، وبصراحة انا لما اتعاملت معاها وعاشرتها لقيتها خسارة في ان هي تتساب، وان انا حبيتها وتعلقت بيها وما ينفعش ان مراتي اللي دخلت معاها دنيا ان انا اسيبها كده بسهولة علشان انت تاخدها مني تاني. انت لو كنت امين عليها وكنت تستاهلها ما كنتش وصلتها ان هي تتطلق منك وتتجوز محلل، فهي خسارة فيك وانا عايزها. قلت لها كل ده انا هقوله لخالي وحارب واقف قصاده؟ انت مش عارفة خالي ده، خالي ممكن يقتلني. قالت لي علشان خاطري اقف جنبي، اعتبرني ان انا اختك في الله، وقف جنبي. وقلت لها خلاص انا هقول له دي مراتي على سنة الله ورسوله، ساعتها انا مش هسيب لك مراتي وانا بحبها واتعلقت بيها، وبعد اللي حصل بيني وبينها خلاص انا متمسك بيها. المهم فعلا خالي لقيته اخر النهار جاي وبيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له حصل كل خير. قال لي يعني الموضوع خلص علشان خاطر ان انا نروح للمأذون ونطلقكم وبعد 3 شهور ارجعها؟ قلت له بصراحة انا عايزة اقول لك حاجة يا خالي، انت لو كنت ليك خير فيها ما كنتش طلقتها 3 مرات. بصراحة انا بعد ما عشت مع مراتك وبقى بيني وبينها حب
وبقى بيني وبينها ارتياح نفسي وبيني وبينها علاقة زوجية، انا شايف ان انا جدير بيها واكتر منك واقدر اكمل معاها. وكمان بصراحة مراتك انا اتعلقت بيها جدا جدا، ما اقدرش ان انا اسيبها. طب يعني ايه؟ قلت له يعني ان انا مش هطلقها ومش هطلقها. قال له ان انا هقتلك لو ما طلقتهاش. قلت له والله يا خالي اللي تقدر عليه تعمله اعمله، دي مراتي قدام ربنا، وكمان انا متجوزها رسمي، وانا ما اسمحلكش في يوم من الايام تتكلم مع مراتي ولا كلمة. دي بقت حلالي ومراتي وخلاص، انا دخلت عليها وانا بقيت احق بيها، وانا بحبها وعايزها في حياتي وتكون ام اولادي، وانا مش هتنازل عن مراتي لاي حد. والله يا خالي بقى ان انت، انا قلتلك وحذرتك وملكش دعوة بمراتي وملكش كلام معاها، دي خلاص بقت طليقتك ودي بقت مراتي وحلالي. المهم ساعتها يا خالي قال لي والله انا لهمنعك من ورث امك وهذلك وهجبرك ان انت تطلقها غصب عنك يا ند. انت بتلعب بيا انا انت بتضحك عليا انا؟ ده انت هتاخد مراتي مني؟ انا استأمنتك على مراتي وفي الاخر تعمل معايا انا كده؟ ولقيته نزل فيا ضرب. قامت هي داخلة بيني وبينه وقامت مصوتة وقامت قايلاله ملكش ضرب على جوزي، يلا اطلع برا من هنا. اول مرة كان صوت مرات خالي ده يطلع، واول مرة اسمع صوتها بقى سمع لامي. امي وجدتي طلعوا وقعدوا يقولوا في ايه. قلت لهم خالي طلق مراته 3 مرات وما عادش ينفع ان هو يرجعها، وانا اتجوزتها وبعد شهور العدة بقت مراتي حلالي، جاي يهجم عليا انا ومراتي. امي بقى تصوت وتقولي ازاي تعمل مع خالك كده وتعمل مع مرات خالك، واحنا مالنا ومال موضوع المحلل ده، وده حرام عليك وطلقها، انا مش عايزاها في حياتنا، انا مش عايزة مشاكل مع خالك، انت عايز تموتني ومش عارفه ايه. قلت لها يا ماما دي بقت مراتي على سنة الله ورسوله، ودي حبيبتي اللي انا بحبها وعمري ما هسيبها، وكمان انا وهي اتجوزنا جواز رسمي وخلاص بقت مراتي وخلاص انكشفت عليا وانا انكشفت عليها، عمري ما هسيبها الراجل تاني يتحكم فيها او يبهدلها. وكمان لو هو بيحبها قوي وعايزها في حياته، ايه اللي يخليه ان هو يطلقها 3 مرات ويوصل الامر ان هو يوصل لحد هنا ان هو يروح يعمل محلل او يجوز مراته محلل؟ هو هيتاجر بمراته يجوزها محلل ويرجع تاني يردها لذمته؟ انا ما شفتش واحد عنده نخوة يطلق مراته 3 مرات ويروح يسلمها الراجل تاني علشان خاطر يقدر يرجعها. انا مش عايزة اطلق مراتي، انا كده كده بقيت قدام ربنا ورسوله دي مراتي وحلالي وحبيبتي، وانا مش مستغني عن مراتي، هعيش معاها ان شاء الله، نعيش في عشة وهخدمها طول عمري هي وابنها. دي هي عيلة عندها 25 سنة وانا عندي 28 سنة، يعني ما هياش كبيرة. كمان ابن خالي هعتبره ابني وهربيه لوجه الله، لكن انا مش هسيب مراتي للبهدلة دي تاني. وانا قلت له يا خالي لو انت فعلا بتحب مراتك ما كنتش طلقتها، في الاساس كنت رافض ان انا اعمل المحلل، لكن هو اللي اجبرني ان انا اعمل ده. وبصراحة لما قعدت معاها وعشت معاها حياة زوجية لقيت نفسي مش قادر استغنى عنها. انا مراتي دي بحبها وهي بتحبني وعمري في حياتي ما هسيبها ولا اتنازل عنها. طبعا خالي اتجنن من اللي انا بقوله له، يعني انا قلت له يعني فكك مني وسيبني لحياتي وسيب مراتي وادور لك على واحدة غيرها، انت ملكش عندي اي حاجة، دي بقت مراتي قدام الناس قدام ربنا،
وهتبقى قدام الناس كلها. انا اشهرت الجواز يا ناس ياهو، قمت طالع على البرندة. انا اتجوزت طريقة خالي، هو طلقها 3 مرات وانا اتجوزتها وبقت مراتي حلالي، وانا النهاردة بعلن جوازي على مرات خالي او طليقة خالي. طبعا لقيت خالي دخل في نوبة وتعب وجاله سكر فيها وضغطه، كان بيحارب امي ويقول لها لو ما طلقهاش انا هحرمك من الميراث، وانا كل حاجة باسمي ومعايا توكيل من امك بكل حاجة، والبيت ده كله طول بعرض باسمي، وهرميكي في الشارع انت وابنك. ساعتها انا حاربت خالي وقلت له ما تقدرش تعمل اي حاجة، وانا مش عايز منك ورث ومش عايز منك حاجة، انا اصلا عندي ورشة كبيرة وبشتغل وربنا رازقني، وانا الحمد لله مبسوط. واللي ابويا سابهولي في البنك فلوس في البنك على حتتين الذهب اللي مع امي على شغلي، هشتري بيت ومش عايز حتة الشقة اللي احنا وارثينها منكم دي. وفعلا طبعا طردنا من البيت ورحت جبت شقة بالإيجار واسعة كبيرة ونقلت فيها عفش أمي، خدت معايا مرات خالي اللي هي تعتبر بقت طليقة خالي ومراتي على سنة الله ورسوله قدام ربنا وقدام الناس، وخدت ابنها معايا ورحنا عشنا احنا التلاتة سوا في شقة مع ابنها كمان الصغير. أجرت شقة وكان ربنا رزقني من وسع، واشتغلت في الألموتيل ليل ونهار، وبقيت أشتغل وأخد شغل لحسابي، وبقيت كمان أدور على شغل أونلاين إن أنا أشتغل سمسار عقارات أو تاجر في العقارات وكده، بيع وشراء واستبدال مباني والكلام من ده، لغاية ما بقى ربنا فتحها عليا من وسع. بصراحة أنا عمري ما بصيت لمرات خالي على إنها زوجة ليا، ولا عمري قربت منها، ولا عمري يعني سمعت بيها، لكن من معاملتها الأم الكويسة وكانت خادمة أمي وكانت بتعاملها بما يرضي الله، أمي كانت راضية بالأمر الواقع، لأن طبعا أنا وحيد وأختي الكبيرة متجوزة وأنا ابنها الوحيد اللي اترملت عليه كام سنة، ولو خسرته هتخسرني، لو خسرت مراتي هتخسرني. كنت موصلها ان انا بعشقها عشق الجنون، ودي خلاص امر واقع، وان انا مش هسيبها، وانا مش هبيع الدنيا كلها، ومش هبيع مراتي ولا ابن خالي اللي هو اعتبر بقى في ذمتي وبقى زي ابني، وانا بقيت مسؤول عنه. فلقيتها كويسة جدا مع امي، بتعاملها بما يرضي الله، كانت خادمة أمي، كانت شايلها من على الأرض شيل، وبصراحة كان أدامها خير عليا، ما بقتش ملاحق على الشغل ولا شغل السمسرة ولا شغل الألموتال، وكانت ما بتطلبش أي حاجة. جيت في يوم وقلتلها يا بنت الناس دلوقتي خلي بعيد عنك وخلاص، رضي بالأمر الواقع، ودلوقتي احنا قدام الناس ان احنا متجوزين، انا خلاص اتجوزتك على سنة الله ورسوله، وامي عرفت خلاص وانتي بقيتي مراتي رسمي، وما تعرفيش ايه الحقيقة، ما تعرفش ايه الحقيقة اللي بينا. ايه المانع ان انا وانتي نخليها جوازة رسمي وعلاقة رسمية، ويبقى في جواز حلال، وانا راضي بنصيبي وحامد ربنا، وكمان انتي لسه صغيرة وانا لسه شاب وما سبقليش الجواز، وانا برضو اكبر منك ب3 سنين، ما انتش كبيرة قوي. ايه رأيك ان احنا نعيش مع بعض حياة زوجية حلوة ومستقرة، واقدر ان انا ربنا يقدرني ان انا اعوضك عن السنين العذاب اللي شفتيها مع خالي. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني نرجع، يعني احنا دلوقتي متجوزين قدام الناس، ايه المانع بقى ان احنا بدل ما يبقى جواز مع ايقاف التنفيذ يبقى جواز بالتنفيذ.
ساعتها قالت لي بس انا اتمنى انك تتجوز واحدة ما يبقاش سبق لها الجواز قبل كده ولا معاها عيل. انت ايه اللي يجبرك تتجوز واحدة مطلقة ومعاها عيل وانت لسه عازب وما فرحتش؟ قلت لها يعني هيبقى احسن منك في ايه؟ ولا انا هبقى احسن من الرسول عليه الصلاة والسلام في ايه؟ ما هو اتجوز العانس والأرملة والمطلقة والقاصر. انا ياريت بس ان انا اقدر اعوضك واكسب فيكي اجر، ان انا اربي لك ابنك تربية سوية، وان انا اعوضكم عن البهدلة اللي انت شفتيها في حياتك. ساعتها لقيتها بتقولي طيب سيبني افكر، لان الموضوع بالنسبة لي كان مفاجأة. وسبحان الله قعدت اسبوع كده تفكر، وبعد كده لقيتها بتقولي انا موافقة. بدأت علاقتنا علاقة كزوج وزوجة. قربت منها ولقيتها إنسانة محترمة جدا، كل حاجة فيها رقيقة، إنسانة فعلا عايزة تعيش وعايزة تراضيني بكل حاجة ربنا قسمها لي. إنسانة فعلا تستاهل حد يراعي ربنا فيها. عشت معاها الحمد لله، متجوزها دلوقتي بقالي سنتين. عشت معاها على الحلوة والمرة، وبصراحة الحلو كله شفته معاها، والرزق الحلال والخير وسعة الرزق. وكانت مش عارفة، ما كانتش ملاحقة، ما كنتش ملاحق على الرزق. سبحان الله كانت ايام خالي كانت بتروح لقرايبها في الاعياد والمناسبات الرسمية او جوازات اخواتها. انا قلت لها كل جمعة تروحي تشوفي امك وابوكي وتبصي على اخواتك، وتطلعي من بعد العصر تسيبيلي بس ان انا اتغدى وتظبطيلي اموري، لان يوم الجمعة ببقى قافل الورشة وبشتغل بس على قد السمسرة. يوم الجمعة ده يعتبر يوم اجازتي. قلت لها انت كل جمعة تروحي تشوفي اهلك وتبصي عليهم وتراضي امك وابوكي، تجبري بخاطرهم وتبصي على اخواتك كمان، يعني اليوم ده ليكي اجازة تتمتعي بيه براحتك. بس اهم حاجة قبل ما تمشي تكوني مجهزالي كل حاجة انا وامي، غدانا يعني وحاجتنا. بعدين تروحي. لقيتها فرحانة وطايرة من الفرحة وبتقولي انت انسان جميل. ما كنتش اقدر اتوقع ولا اتخيل ان انا في يوم من الايام هطلع من سجن خالك ده اللي كان محكوم عليا بيه بالاعدام او المؤبد. وساعتها عرفت ان فعلا ان الصبر اخرة الصبر جبر، ان مرات خالي دي جوهرة كان من حقها تتحط في متحف، مش تتحط في مذلة وضرب وبهدلة. فبصراحة أنا من يوم ما اتجوزتها جواز رسمي، خلفت كمان منها ما شاء الله، معايا منها بنوتة زي القمر. احنا متجوزين دلوقتي بقالنا سنتين ما شاء الله، معايا منها بنوتة. وانا خالي بصراحة صحته في النازل، يعني جاله ضغط وسكر وتعبان، وكل ما يشوفني يبصلي بغل. انا حاسس بالذنب من ناحية خالي. انا مستني رأيكم، قولولي انا كده ظالم وجيت على خالي، ولا انا كده ماشي صح؟ انا نفسي ان انتوا تكتبولي تعليقات علشان ضميري يبقى مرتاح من ناحية خالي، عشان الموضوع ده قلقني. كل ما يشوفني أأنب ضميري، يقعد يقولي احنا اتفقنا ان انت هتتجوزها وتسيبها، وانت طمعت في مراتي واخدتها مني وانا مش مسامحة. فالكلام ده طبعا بيأثر على نفسيتي. مستني منكم تعليقاتكم على المشكلة بتاعتي،